حماتي كرهتني في عيشتي يا أمنية. حماتي كرهتك في عيشتك في بداية الفيديو كده. أيوة، حماتي كرهتني في عيشتي يا أمنية، مبهدلاني وبتميز سلايفي عني. احنا 3 متجوزين، يعني 3 ستات في البيت. أنا الوحيدة اللي بتميز السلفتين التانيين عني، على الرغم إن أنا اللي بقف معاها وأنا اللي بنضف لها حتتها وأنا اللي على طول تحت رجليها، وهما ما بينزلوش ليها ولا بيعبروها، ومع ذلك بتميزهم عني. وانا مانيش عارفه اتصرف معاها ازاي. هل ابعد عنها ولا ارجع معاها ويعني اعملها كده المعامله لله واحتسب عند ربنا وخلاص، ولا ابعد عنها خالص؟ واخد نفسي وعيالي واركن نفسي كده في شقتي واكون في حالي واسيبهم منها ليهم ومنهم ليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي الحلوين. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وحشتوني كتير كتير. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد، وانتوا كمان بتابعوا أمنية غزال. يلا بينا نشوف مشكلة النهاردة وكمان الروتين. النهاردة روتين حلو قوي. الروتين النهاردة معزومة فيه عند بابا، فكنت حابة ان انا اعمل لهم حاجة حلوة كده، والصينية اللي ما بتخلاش من اي بيت مصري في رمضان. طالما دخل علينا رمضان لازم نعمل الصينية المميزة بتاعتنا، بالتكات بالحركات بكل حاجة فيها. نصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونشوف الأول المطبخ فيه شوية حاجات وشوية كراكيب كده، ناخدهم أول كده فمين كده زي ما بيقولوا، ونخلص المواعين اللي ورانا علشان لما نبتدي في الحلويات بتاعتنا أو نبتدي نخلص فيها يبقى احنا مخلصين كل اللي ورانا والمطبخ بتاعنا نضيف. تمام تمام. يلا بينا نشوف مشكلة النهاردة، وكمان على بال ما نخلص المواعين اقول لكم على المشكلة بتاعت النهاردة اللي قابلتنا، وكمان تكتبوا لي الحل بتاعها ان كان عندكم حل في الكومنتات. ويلا بينا ونقول جات لي المشكلة دي من على المنصة اللي هي بتاعت الفيسبوك وعلى الماسنجر، وبتقول لي اعمل ايه في حماتي يا امنيه؟ هل اجتنبها خالص وابعد عنها؟ انا بنزل وبعمل لها كل حاجه من اول رمضان وانا اللي تحت رجليها، ومع ذلك لما بنقعد على اكل او بنيجي نتكلم او كده بتدي الاهتمام لسلايفي وما بتديش لي انا الاهتمام، وما بتتكلمش معايا زي ما بتتكلم معاهم، وفي معامله متغيره وانا حساها. ولما جيت اتكلم مع جوزي ما عندوش الا مامته بس. يعني من الاخر ما تتكلميش على ماما ما بتعملش حاجه غلط، انت اللي حساسه، انت اللي مش عارف ايه، وما بيدينيش اي عقد نافع. بس انا نفسيتي تعبانه، اعمل ايه واتصرف ازاي؟ شوفي يا ست العسل، شوفي يا ست الكل، يا ست الستات، يا ست الحلويات، انا اقولك انت تعملي ايه. انت تجتنبي وتبعدي، شيل ده من ده يرتاح ده عن ده لحد ما تعرف قيمتك. طالما هي ما هيش عارفه قيمتك زي ما انت بتقولي، انت بتعملي وبتسوي ومخلياها وشايلاها على كفوف الراحه، سيبيها للحلوين اللي هي بتميزهم، علشان لما تعرف المعامله منهم شكلها ايه، تمام، تعرف معامله كده شكلها ايه منهم، تقوم ترجع ليكي وتعاملك المعاملة اللي انت تستاهليها. فانت يا حبيبة قلبي بالذوق وبالأدب وبالاحترام تجتنبي في شقتك من غير زعل، من غير أي مشاكل. احنا في شهر كريم. إيه، تجتنبي وتاخدي أولادك كده وتقعدي في شقتك وتنزلي تقعدي معاها شوية بعد الفطار برضو، علشان الحكاية ما تبقاش بزعل، وعلشان جوزك برضو ما يزعلش منك. ونبتدي نخفف شوية من الزيارات، وإن شاء الله هتلاقيها رجعت معاكي زي الأول وأحسن. ونستنى برضو رأي السكاكر والأمارات اللي بيتابعونا وبيشوفوا الفيديو للآخر، نشوف رأيهم في الكومنتات. هنعمل ايه بقى النهاردة يا أمنية؟ هنعمل الكنافة بتكات وبحركات والله العظيم تنافس بتاعة المحلات. بسم الله ما شاء الله. أنا عاملة النهاردة القارب الكبير، قارب 1.90 متر. القارب ده أنا عاملة فيه 1.5 كيلو كنافة، 1.5 كيلو كنافة صافي. أنا بشتري الكنافة الكيلو كيلو، مش الاكياس اللي بتبقى في السوبر ماركت او الحاجات دي، لا انا بشتري من عند الراجل البياع اللي بيوزن لي على الميزان، يشد كده من الكيس الكبير كده اللفه بتاعه الكنافه ويوزن لي 1.5 كيلو. تمام. 1.5 كيلو انا استخدمت عليهم مج من الكبير سكر بودره و2 ظرف من الفانيليا. وده الاول قبلها بيوم حطيت 1.5 كيلو في الفريزر، حطيتهم في الفريزر لحد ما جمدوا، طلعتها وهي مجمده من الفريزر على الكبه زي ما انت شايفه. شوفي عامله ازاي، بودره كده زي ما انت شايفه كده يا قلب اختك. ولو وصلتي معايا للوقت ده من الفيديو ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. زي ما انت شايفه كده انا بفصص فيها وبقطع فيها حتت صغننه، وبعد كده بعد ما احطها في قلب الكبه واضربها وتطحن تبقى عامله زي البودر كده،
ابتدي ان انا احطها في قلب البوله، وهكذا وهكذا زي ما احنا شايفين. انا بوريك المنظر، شوفي عامله زي الرمله كده. في الوقت ده انا كنت مجهزه كوبايه سكر بودره من الكبيره. طب كوبايه السكر البودره دي قبل ما تطحن كانت كوبايه ونص من السكر الخشن، علشان ما تقوليش تاخدي مثلا كوبايه من السكر وتطحنيها تقولك هي قالت كوبايه من السكر. لا، قبل ما تطحن كانت كوبايه ونص من المج بتاع الشاي اللي في اي بيت مصري اصيل محطوط كده. انا عملته فطلع كوبايه لما اتطحنت وبقى بودره يعني. تمام، زي ما احنا شايفين كده. انا ببتدي ان انا اخلص الكميه اللي معايا كلها، وهي الكيلو ونص، يعني ما ابتديتش ان انا اعمل في الكنافه معاكم غير لما فتفتها كلها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. في قطع صغيره كده كانت الكنافه ابتدت تطرى مني، هي كيلو ونص، فما كنتش بتقل على الكبه زي ما احنا شايفين، فكنت باخد حبه صغيره بحبه صغيره. في حتت كانت بتعمل زي كلاكيع كده، فكنت برضو ما بسيبهاش، كنت بقطعها بايدي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. تمام، زي ما انت شايفه بقى كده يا ست الكل، جبت السكر بتاعك وابتديت اطحنه في المطحنه على الخلاط العادي. مش شرط ان انت تروحي طبعا تشتري من السكر البودره اللي في الاكياس، لان انا مؤخرا عرفت ان في اكياس سكر بودره بتتباع بره، وانا ما كانش عندي علم والله يا ولاد بالحاجات دي. طيب عملت الحشو بتاعها جبت ب20 جنيه سوداني، على 20 جنيه زبيب، و20 جنيه جوز الهند، يعني الليله كلها 60 جنيه للحشو. فده للكيلو ونص يا جماعه. انا عامله صينيه كبيره بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ف طحنت السوداني زي ما انتوا شايفين، وابتديت ان انا احط الحشو. طيب عملتي على الكيلو ونص؟ الكيلو ونص اخد مني نص كيلو من الزبده. عملت الكنافه بزبده فرن، نزلت الزبده سيحتها، وبعد كده بعد ما سيحتها نزلت على الكنافه والسكر والفانيليا، وابتديت ان انا اعملها اغلفها كويس جدا جدا في قلب الزبده والكنافه مع بعض. غلفيها، والتركايه دي لازم مع السكر البودره غلفيها كويس جدا 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 على قد ما تقدري، ما تعديش الحكايه دي كده ولا يعني انا حطيتها في صينيه كبيره، وابتديت ان انا اخدها على كفه ايدي كده، واخدها كده رايح جاي ان انا ادعكها واخليها كلها متساويه في بعضها، او كلها متشربه من الزبده. تمام، لو لسه معايا في الوقت ده من الفيديو ما تنسيليش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لك مني كل جديد، وكمان كومنت حلو كده. وكمان عايزه رايك في المشكله بتاعتنا دي. المشكله دي صاحبتها هتكون متابعه معانا، فيا ريت ما تبخليش برايك الجميل وبتفكيرك الحلو. كلنا طبعا لينا تفكير، وكلنا لينا وجهه نظر، كل واحد ليه وجهه نظر تختلف عن التاني، فاحنا هنقول لها وجهات نظرنا، وهي تاخد اللي يليق مع حياتها ويليق مع عيشتها. تمام، احنا رأينا مش فرض. وصاحبة المشكلة احنا رأينا مش فرض عليك يا حبيبتي، انت اللي عايشة وانت اللي شايفة. احنا مجرد آراء، انت تاخدي الرأي اللي ينفع مع حياتك ومع عيشتك وتبتدي تنفذيه، وان شاء الله ربنا يهديلك الامور. انا هنا بقى زي ما انتوا شايفين حطيت الحشو في الكنافة، وابتديت انزل بالطبقة التانية اللي هي تغطي الحشو. الكيلو ونص من الكنافة بقي منهم كوباية صغيرة جدا، كوباية صغيرة، يعني أنا لو وريتها لكم حوالي 4 أو 5 معالق من الكنافة. أنا محبتش إن أنا أضغطهم علشان ما تطلعش تخينة أو تطلع حتة عالية أو حتة واطية في الكنافة، ويبقى كله قد بعضه. انا هنا بقى زي ما احنا شايفين كده ابتديت ان انا اخد على الاطراف بتاعتها والحتت اللي هي مكشوفه من الحشو، ابتدي ان انا اطبطب عليها كده، او ان انا اكبسها بالكنافه بالطبقه التانية اللي فاضيه او اللي فاضله. وبعد كده دخلتها على الفرن، وادي اللون الذهبي بتاعها، لون جميل جدا جدا جدا. ولكن من الاطراف زي ما انت شايفه كده، من الاطراف من فوق بس يا جماعه، هي اللي خدت وش لسعت لسعة بسيطة جدا جدا جدا. ولكن انا شلتها بالمعلقة زي ما احنا شايفين كده، شلتها خالص بكل سهولة وما كانش فيها اي حاجة. ولكن بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، كانت تحفة تحفة تحفة. طب الشربات بتاعتها بقى ليه؟ كوباية السكر نص كوباية مية. طيب يعني كوبايتين السكر عليهم كوباية من المية، اي معيار بقى. سيبيهم يغلوا على النار، وبعد كده نص ليمونه، وبعد كده نحط الفانيليا اخر حاجه، هتشمي احلى ريحه. الشربات بتاعها طبعا بيبقى بارد، بيبقى بدرجه حراره الغرفه او درجه حراره المكان اللي انت فيه.
وابتدي انزل عليها واشربها الشربات بتاعتها كده زي ما انتوا شايفين. وكمان ابتدي ان انا اقطعها. انا طبعا هنا هي مش جامده ولا حاجه، ولكن كفه ايدي كانت وجعاني، مش قادره ان انا اضغط على صوابعي، وكفه ايدي انا عندي مشكله فيها، فعلشان كده كنت ماسكه السكين كنت ماسكه السكين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا مش قادره اضغط الضغطه البسيطه، مش حكايه ان هي جامده او فيها حاجه، لا. انا بقى هنا قمت جايه مقطعاها، قلت انا هاخدها متقطعه علشان بعد الاكل على طول بعد الفطار نبقى اطلع لهم منها وبألف هنا. كان يوم جميل جدا وكلنا كنا ملمومين. يا رب يجعله دايما مفتوح البيت بحس ابويا وامي، يا رب اللهم امين يا رب العالمين. وهنا بقى كنت بقطع في الكنافة، وكان باقي الوقت ده كان الساعة 4، يا دوب على بال ما قطعت الكنافة ولبست ولبست الأولاد وخلصت اللي ورايا كده، وطلعت جري بقى علشان نروح ونشوف الدنيا فيها ايه. وهنا كان ميزو لسه جاي من الدرس، وسولا كانت لسه هتبتدي تلبس. وهنا وهما بقى بيجهزوا بعض بره كده، وانا كنت بخلص في الصينية عندي. إيه خلصت. وادي الصينية بتاعتي كانت بسم الله ما شاء الله عليها، كانت تحفة صراحة. انصحكم ان انتوا تجربوا نفس الطريقة دي، طريقة سهلة وبسيطة، واظن ان انتوا اشطر مني كمان، وممكن تقولوا لي طرق تانية كمان في الكومنتات. فانا هستناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.